ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقنا بقى من القلي والتحمير والزيت الكتير في البطاطس والصواني والمسلوقه، وعملناها يعني بكل انواعها. النهارده بقى هنغير، هعملها لكم بطريقه جديده يمكن اول مره تشوفوها. وغير كده وكده ان هي كمان سريعه، في 5 دقايق كده هتكونوا عاملينها، وكمان صحيه مفيهاش زيت كتير، بمعلقتين زيت بس هتكونوا عاملين اجمل بطاطس متبله كده وطعمها خطير. هقشر هنا البطاطس الكمية اللي هتعمليها واغسلها كويس قوي، وهقطعها كده صوابع، بس الصوابع تكون سميكة شوية، ما تكونش رفيعة او رقيقة عشان ما تتكسرش مني، وما تكونش برضو طويلة قوي، يعني خليك في البطاطسية اللي هي الصغيرة دي. هقطع الكمية اللي انا هعملها بالحجم ده كده، هشطفها وهجيب بقى الصينيه اللي هعمل فيها البطاطس بتاعتي، وهحط فيها كده البطاطس، بس ما تكونش طبقه كبيره في الصينيه، يعني ما تكونش طبقه كتير فوق بعضها او نص الصينيه مثلا، لا انا عايزه طبقه كده بس في قعر الصينيه، في الحجم يعني اللي انتوا شايفينه ده، عشان تستوي معايا كويس. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من الثوم المفروم، رشه كمون، رشه كزبره ناشفه، رشه شطه حمراء، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين زيت. انا وريت لكم اهوت الزيت في الكوبايه معلقتين. وقلبي بقى كده بالسباتيولا او بايديكي، يعني عايزه البطاطس دي كلها تتغلف بالثوم والملح والتوابل، عايزه كل بطاطسايه تتغلف بالتوابل والثوم اللي احنا حاطينها كده، بس مفيش اكتر ولا يعني اكتر من حاجه من كده. قلبي بقى كويس، شايفين بقى كده، شايفين شكل البطاطس كلها متغلفه بالثوم والتوابل. بعد كده معايا ربع كوبايه ميه، وبوزعها كده في كل حته كده بق كده ميه صغير، بس برضو مش اكتر من كده. هروح على البوتاجاز، هولع البوتاجاز واحط الصينيه واغطيها، معليه النار لغايه ما تبدا تغلي او تسخن كده معايا، بروح مهديه النار. شايفين هنا انا مش بحرك البطاطس، مش بقلبها، انا يا دوب تحريكه بسيطه كده، بس تحريكه بسيطه. هشوفها لو كانت لسه مستوتش والميه اللي فيها نشفت، بوزع عليها معلقتين ميه كمان، معلقتين 2 بس. وما تقلبيش البطاطس دي ابدا، مش بتتقلب لغايه ما تستوي معانا عشان ما تتكسرش منك. تاخدش 10 دقايق كده بتكون استوت معايا، بختبرها كده بالشوكة الاقيها استوت. هروح مولعة الشواية بس وحطها تحت الشواية تتشمع، بس تاخد تشميعة كده ولون ذهبي بسيط. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها، بتطلع كده بتبقى قلب الدنيا بجد. اكلة صحية ما فيهاش زيوت كتير، مش بتاخد وقت، يعني انت لو مستعجلة مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني دي اسرع اكلة ممكن تعمليها. غير كده وكده طعمها حلو ومختلفة، والبطاطساية كده تلاقيها متغلفة بالثوم والكمون والكزبرة، شوية التوابل اللي احنا حاطينهم، يعني كمان طعمها حلو. يلا بقى، لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى اللايك وتعليق حلو واشتراك في قناتي لو لسه مشتركتوش، وصفات بيتي اقتصادية، وعشان اعمل لكم فيديوهات بقى جميلة واقتصادية زي كده كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.